تتصرف ازاي لو دخلت في علاقة مع حد مش بيبادلك نفس المشاعر؟ يعني اصلا علاقتكم لسه ما بدأتش بس انت من جواك حاسس بمشاعر كبيرة جدا تجاهه وهو مش بيبادلك اي حاجة منها. بص انا هقولك حاجتين خلاصة تجارب وخبرات ركز فيهم كويس جدا لان دول هيختصروا عليك مشاكل كتير جدا. اول حاجة هي انك لازم تتتبع احتياجك. في اي علاقة عاطفية غالبا بتكون مشاعر اعجاب في البداية، بس احنا لما ركزنا عليها زيادة عن اللزوم بالنسبة لقانون التركيز عقلنا بدأ يضخم لنا احتياجاتنا فيها. فانت من غير ما تاخد بالك هتلاقي نفسك مع الوقت اثناء ما انت بتحاول تعبر له عن حبك انت بتربط سعادتك الداخليه واستقرارك النفسي بيه وبوجوده. اذا اصبحت عندك قناعه ان هو لو موجود في حياتك وقبلك ووافق ان هو يرتبط بيك حياتك هتبقى تحفه وواو فيها توازن. لو ما رضاش يقبلك حياتك هتبقى مفتقره ومفتقده التوازن والاستقرار. فما تستغربش لما تلاقي كل ما احتياجك زاد كلما الشخص ده نفر منك اكتر، وحتى لو كان بيعبر عن شيء كتلميح ما بقاش يعبره لك. الموضوع متعلق باحتياجك ونظرتك وقناعتك انت تجاه العلاقه اللي لسه ما بداتش دي. هو موضوع كله تركايه ادراك. بمجرد ما تتتبع احتياجاتك هتشيل من جواك مشاعر مزيفه كانت ممكن تخليك تفضل في احتياجك. تاني حاجة هي فكرة ان اسلوبك معاه لازم يكون متغير، بمعنى اصح ما تخليش احتياجك الداخلي ينعكس على تصرفاتك الخارجية فيبان اكتر قدامه ان انت محتاجه. لو انتوا بتتعاملوا صحاب خليكم صحاب، اخوات خليكم اخوات، زمايل عمل خليكوا زمايل عمل، علاقة مش مفهومة خليها علاقة مش مفهومة. المهم توفر عاطفتك الملتهبة الكتيرة دي لما تبدأ العلاقة، لأن أي تعبير قبل بداية العلاقة سوف يعود عليك بالسلب. بص أنا عارف إن أنا صدعتك بس هقول لك من الآخر الخلاصة كده، اتحكم في احتياجك وما ترفعش سقف توقعاتك زيادة عن اللزوم، وتحكم في سلوكك الخارجي معاه بحيث ده ما يدوش انطباع إن أنت محتاج. وأهم حاجة بقى في كل ده ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، واستنى المزيد من السلسلة دي.